السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كرام العيدي في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان لمصر لا للأهلي. يمكن في سنة 74 وبعد الهجوم على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من بعد وفاته طبعا، كان الكاتب الكبير محمد حسين هيكل ألف كتاب اسمه لمصر لا لعبد الناصر. كان بيرد على الأكاذيب اللي انتشرت بعد وفاة عبد الناصر عنه. وكان الفكرة من الكتاب انه كان تاريخ لكذب الاكاذيب اللي اتقالت عن عبد الناصر، وده علشان تصحيح تاريخ مصر، لان ده بيعتبر تاريخ مصر نفسه اللي كان بيتزيف. النهارده احنا بنتكلم عن واقعة اللي هي واقعة او فضيحة قيد وسلاسل الزمالك، ناصر منسي واحمد بالحاج ومحمود شبانة. فضيحة هتلصق بتاريخ الكرة المصرية للأبد، أو للرياضة المصرية عموما يعني. فاحنا بنوثق لكذبة كبيرة جدا، زي ما بنقول هتبقى فضيحة في تاريخ مصر للأبد. ويمكن بعد كده كمان في الأجيال اللي بعد كده لما الناس يكبرها يبقى كمان ممكن الزملكاوية ياخدوها كذريعة بأنهم مظلومين، يعني مش إن هم اتجاملوا كمان. وانتوا عارفين المظلوميه بتاعت الزمالك بقى، وتاخد بقى في جزء من المظلوميه بتاعته. الاهلي بيكسب بالحكام، الاهلي بيكسب الاهلي نادي الدوله، الاهلي ما اعرفش ايه. فدي هتبقى ممكن تبقى مظلوميه من المظلومات بتاعتهم، رغم ان هم اللي استفادوا من الفضيحه بتاعت قيد اللعيبه في شهر 2. معروف ان الميركاتو الشتوي بيخلص في اخر شهر يناير، اللي هم حصل القيد في 22/2. بداية يمكن القصة كانت من أواخر الموسم، أواخر السنة الماضية يعني 2022، لما مرتضى منصور طلع في أحد البرامج وقال لك أنا مش لاقي، أو في قناة الزمالك يعني، قال لك أنا مش لاقي في اتحاد الكرة، مش لاقي فيهم شنب عشان ألطش له. كلمة طبعا يمكن ضايقت اتحاد الكوره، ومن بعدها طلعوا قرار قال لك ان مفيش حد مفيش اي نادي هيقيد الصفقات بتاعته الا بعد ما يدفع ربع المديونات اللي عليه. طبعا كان مقصود الكلام موجه للزمالك تحديدا، باعتبار ان الزمالك هو النادي الوحيد المديون بمبلغ كبير، لان عليه حوالي 80 مليون جنيه لاتحاد الكوره. فانت بتتكلم في 20 مليون جنيه تدفع قبل ما تبدا رسوم القيد. يعني ده ال 20 مليون دول الديون اللي عليك، وبعد كده تبدا تدفع رسوم القيد. طبعا بقيه الانديه اللي كان مديون بخمسه، اللي مديون بسبعه، اللي مديون ب10، اللي مديون ب20 مثلا، فكلها مبالغ قليله اللي هتدفع يعني. والنادي الوحيد اللي كان عليه مبلغ كبير جدا هو نادي الزمالك، والقرار كان متاخد عشان نادي الزمالك. فعلا يمكن الانديه سرعت في انها بدات تدفع المديونات عليها، وكل الانديه تقريبا دفعت المديونيات الا نادي واحد اللي هو نادي الزمالك. الزمالك يوم 31 طبعا، كلنا عارفين ان مرتضى منصور توجه لاتحاد الكوره، رغم ان كان يمكن قبلها اتحاد الكوره كان قال لك ان منعوا التعامل مع مرتضى منصور. لكن مرتضى منصور راح المبنى لاتحاد الكوره في الساعه 11 بالليل تقريبا، او حاجه كده، في يوم 31 اخر يوم، وقبل وقت قليل من قفل القيد الساعه 12 مساء، قفل القيد رسميا. وراح عشان يأيد الثلاثي بتاعه، فراح الثلاثي بتوع الزمالك. راح طبعا لقى في ساعتها وما كانش موجود غير وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، رجل الجوابات، وكان موجود محمود ابو الوفا او محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، وكان متواجد محمد المشطه المستشار القانوني لاتحاد الكوره. طبعا يمكن انا فعلا انا ما بتفرجش على الفيديوهات بتاعت مرتضى منصور ان هو نزل تسريبات للفيديوهات اللي حصلت، لكني قريت يمكن الكلام اللي موجود في بعض المواقع، وشفت الحاجات اللي اتقصت واتمنتجت واتعملت. فكان من ضمن الحاجات اللي بيقول لهم يعني انتوا، يعني مرتضى منصور نفسه كان بيقول لهم انتوا يعني الموضوع لو مش موضوع شخصي، انت كده انتوا عشان في مشكله معايا فانتوا بتمنعوني من القيد، انتوا عايزين تذلوني يعني كده.
فالقصة هو نفسه عارف ان الزمالك كان ممنوع من القيد، وقال لك ان كده مفيش وقت وخلاص، فاضل دقايق وخلاص القيد هيتقفل. كل الكلام كان بيقول ان القيد اتقفل لغايه لما هم قالوا خلاص ادفع الفلوس، فقال لهم خلاص طب الحل. فاعتقد ان محمد المشطه ساعتها قال الحل ان يعني او مرتضى منصور قال ان انا هدفع مبلغ، وفي الباقي المبلغ هيدفعه شركه برزنتيشن، وممكن تتصلوا بيهم تقولوا لهم. فمحمد المشطه قال او محمد ابو الوفا مش فاكر مين فيهم يعني، او تقريبا محمد المشطه قال الحل خلاص نتصل باتحاد الكرة ويتكلموا. فحاولوا يدعوا عطار يتصل بأعضاء مجلس بأعضاء اتحاد الكرة عشان يوافقوا. محدش وافق لغاية لما اتقفل باب القيد. بعد كده البيان طلع من اتحاد الكرة، وهو ان البيان كان واضح جدا. قال لك ان احنا فتحنا فترة القيد من يوم 1 ليوم 31، وقلنا لكل الأندية ان مفيش حد هيدفع الا لما يدفعوا جزء من المديونيات. وكل الأندية التزمت ودفعت إلا الزمالك اللي احنا خطبناه أكتر من مرة، لكنهم تجاهلوا الموضوع خالص. في آخر ساعات القيد جه مندوب من نادي الزمالك وحاول يأيد اللعيبة، لكنه ما كانش معاه فلوس. ده بيان رسمي من اتحاد الكورة، وعلى ذلك قفل القيد يوم 31 من الزمالك ما أيدش اللعيبة. فده رسميا اتحاد الكورة هو اللي قال انه ما حصلش قيد للعيبه. واعتقد ان في الفيديوهات حسب ما سمعت يعني، انا برضو متاكد ان انا ما شفتش الفيديو، لكن ان وليد العطار كان بيقول ان هم كتفوني يعني بعد البيان اللي نزل ده. طبعا بعد كده الزمالك قال لك لا واحنا حطيناهم على السيستم. طبعا مفيش حاجه اسمها سيستم، لان قصه السيستم دي ان في اتنين سيستم، في التي ام اس اللي هو السيستم العالمي بتاع الاتحاد الدولي، وفي السي ام اس اعتقد اللي هو السيستم المحلي. السيستم المحلي ده انت بترفع اي حد في الدنيا عنده نادي من حقه يرفع اي عدد لعيبه، بيرفعهم على السيستم وبيرفع اسماء اللعيبه، وبيبعت بعد كده طبعا الصوره الشخصيه او شهاده الميلاد بتاعت الشخص ده، وبيبعت الحاجه ما يثبت يعني ان هو اشترى اللعيب، عقد اللاعب دوت، ويبعتها لاتحاد الكوره. بعد كده بيدفع رسوم القيد عشان الاتحاد الكوره يوافق ويعمل له ابروف يعني عشان الموضوع يتسجل. وبعد كده ده كله بقى بيتبعت للاتحاد الدولي على التي ام اس النظام العالمي. ده ما كانش حاصل طبعا، زي ما احنا قلنا اتقفل يوم 31، والزمالك ما كانش ما عملش ما كانش سجل اللعيبه بتوعه. اللي حصل بعد كده طبعا الزمالك مرتضى منصور طلع في كل حته واحنا من حقنا واحنا ايدنا والموضوع خلص ومش عارف ايه. آم، شخصا ما بقى وما اعرفش مين اللي تدخل، وبداوا ان هم يلاقوا حل للموضوع ده. والحل كان كوميدي جدا يعني، لان هو في شخص ما بعت جواب للفيفا بيقول له ان احنا حصل ان في لعيبه ما اتأيدتش فاحنا نعمل ايه. فالاتحاد الفيفا رد وقال له ده شأن داخلي. وكان الغريب طبعا ان الجواب موجه ليو، مش لل يعني ليك، يعني واحد بعت لهم جواب فهم بيقولوا انت يعني السؤال اللي انت بتساله ده شأن داخلي. ما كانش الجواب موجه لاتحاد الكوره، فده معنى كده ان مش اتحاد الكوره اللي باعت، شخص ما مين هو الله اعلم، او اعتقد يعني ان هو رجل الجوابات. آم، طبعا لما جه بعد كده الجواب ده للاتحاد المصري، فالاتحاد المصري قال لك هنحولها لجنه التظلمات. لجنه التظلمات اجتمعت او مش اجتمعت، لان لجنه التظلمات كل القضاه استقالوا منها، فما بقاش فيها حد، ما فيهاش غير المستشار الشرباجي، عادل الشرباجي، اللي خد قرار. قال لك ان احنا خد قرار بان الزمالك يأيد صفقاته. وقال لك ان انا استغربت يعني الزمالك راح ودفع الفلوس وكان معاه فلوس، بس ما فيش حد من اتحاد الكوره وافق، مش فاهم ليه. فواضح طبعا من صيغه كلام الراجل ان ما فيش حد من اتحاد الكوره قال له، او ما فيش حد وضح موقف الكوره للجنه التظلمات، موقف اتحاد الكوره للجنه التظلمات. فعشان كده بيقول ان انا مش فاهم ليه يعني. هو انت ببساطه ان الزمالك ما دفعش حاجه خالص، وان الزمالك ما خدش ما دفعش فلوس القيد اللعيبه دي عشان يتأيد. المفاجأة يمكن الأكثر إن إحنا بعد كده اكتشفنا إن هم موجودين أساسا في في القائمة الأفريقية، رغم إن القائمة الأفريقية ما ينفعش
تكون موجود فيها الا اذا اتسجلت في الاتحاد المصري، بمعنى ان كانت كلها ضحكه يعني، او كانت لعبه كلها. وهم كانوا متأيدين من قبل كده، من قبل ما يتقفل القيد، وهم أيدوا فعلا اللعيبة وبعتوا الاتحاد الأفريقي إن اللعيبة دول متأيدين، بس في مشكلة على الفلوس بس. قصة كارنيهات، وأول ما الكارنيهات طلعت يوم 22 تاريخ 22 اتسجل اللعيبة في الزمالك. فضيحة طبعا. بس مش ما نقدرش نقول غير مسبوقة، يعني إنها حصلت قبل كده يمكن في 2014 مع الزمالك برضو، نادي الفضائح الشهير يعني، ونادي الدولة بجد يعني إنجاز التعبير. فهو في سنة 2014 كلنا نفتكر إن في مارس، والأول مرة كانت في التاريخ يعني إن لعيب بيتأيد في شهر مارس، لما أحمد سمير فرج جه. كان بيلعب في الدوري الفرنسي على ما أتذكر، وكان الدوري خلص هناك، وجه في مارس واتأيد. قال لك أنا أصله انا عايز اتأيد ومش عارف ايه، وساعتها قال لك اصل احمد حسن اعتزل، واحمد حسن بقى مدير كوره في منتخب، فدي مهمه قوميه، فاحنا هنشيل اسم احمد حسن ونحط اسم احمد سمير فرج. فكانت فتح القيد مخصوص للزمالك في شهر مارس عشان يأيدوا احمد سمير فرج. دي ما كانتش اول مره يعني، فضايح الزمالك دائمه يعني. ده اعتقد يعني اهم حاجه في فضيحه الزمالك وفضيحه التسجيل. اخيرا طبعا الزمالك ايد فعلا الثلاثي بتاعه، والثلاثي حاليا هيلعبوا في اي وقت في ظلم كبير جدا طبعا يعني في احد الاشخاص كان قال لي ان الاهلي مش طرف في الموضوع، يعني ده يمكن رد على تعقيد يعني، ان حد كان قال لي الاهلي مش طرف في الموضوع. لا بالعكس، الاهلي طرف في الموضوع، لانك انت بتلعب في دوري فيه 18 فريق، ف 18 اطراف في الموضوع. فانت لما يجي نادي مثلا وليكن زي نادي انبي كان بيدربه المدرب السكندري الشهير طلعت يوسف، كان بيدربهم، وفي الاخر استقال لانهم مش عارفين يجيبوا لعيبه اللي هو طلبهم، لان انبي معهوش فلوس يدفعها لاتحاد الكوره عشان يأيد اللعيبه، فما دفعش المليونات عليه، فبالتالي ما أيدش، فمشي واحد زي طلعت يوسف. في أندية كتيرة طبعا، أسوان مثلا كان عنده مشاكل، في أندية عندها مشاكل ما قدرتش، وكان الرمادي كان بيهدد بأنه يمشي أكتر من مرة بسبب الضائقة المالية اللي بيأدي بيها النادي، إنه عايز لعيبة ومش عارفين يجيبوا له. لكنك في الزمالك عادي جدا الموضوع بيتفتح، وايه المشكله لما تدفعش؟ وايه المشكله الغريبه ان الراجل القانوني يعني زي الشرباجي ان هو بيقول ان هم يدفعوا، رغم ان انت حتى كلام المستشار الشرباجي لما بيقول ان يدفعوا فلوس القيد ويتأيد اللعيبه، فده اقرار منه ان الزمالك ما دفعش فلوس القيد، فبالتالي قيدهم باطل يعني، حتى بدفوع او بقرار بالكلام اللي قاله يعني للشرباجي. فالاهلي لا، الاهلي طرف طبعا، لان ال 18 فريق طرف، ما ينفعش ان النادي يبقى على راسه ريشه يعني زي ما بيقولوا. اعتقد ده اهم ما كان في الفيديو، وما ننساش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.